بس كام حاجة حصلت لنا كانت تبان في الأول إنها صعبة وإنها وحشة وإن إحنا مش قادرين وطاقتنا خلصانة. الكوباية دي فكرتني بدرس مهم قوي، إن إحنا نفضل نفتكره كل يوم، ويمكن في اليوم كمان اكتر من مره. بعد يوم شغل طويل قوي كنت فعلا تعبانه ومش قادره اعمل اي حاجه خالص، والمطبخ كان على بعضه. البنت اللي بتيجي تساعدني لقيتها بعتلي مسج بتقولي انا مش هينفع اجي بكره، وانا عندي بكره يوم شغل طويل تاني، فيا اما اعمل دلوقتي وانا مش قادره خالص، يا اما استنى واصحى بدري بكره عن ميعادي واعمل بكره. فما كنتش عارفه هعمل ايه. ابني كان حاطط الكوبايه زي دي بالظبط على اخر الرخامه، فالكوبايه وقعت اتقلبت اتكسرت 100 حته في الارض، فما كانش ينفع اسيبها. وانا فعلا مش قادره، قلت لا حول ولا قوه الا بالله، قدر الله ما شاء فعل. رحت عامله الارض وشلت الازاز وعملت الازاز، فحسيت ان انا بقى عندي طاقه، فرحت عامله كل حاجه كانت ورايا. بعد ما خلصت قلت يا سبحان الله، ده لو الكوبايه دي ما كانتش اتكسرت ما كنتش هعمل اي حاجه من اللي انا عملتها. فلعله خير، سبحان الله بجد. فساعات الصعب بيقوينا، ساعات الصعب بيربينا، ساعات الصعب بيخلينا احسن، بيخلينا نعمل حاجات احنا ما كناش نتوقع ان احنا ممكن ان احنا نقدر نعملها في يوم من الايام. فلو انت بتمر بظرف صعب دلوقتي حالا، افتكر ان انت ممكن كمان معرفش بقى شهور، اسابيع، او حتى سنة سنتين، هتقول الحمد لله ان الصعب ده جه عشان يعلمني الدرس اللي انا دلوقتي اتعلمته.